اي تطبيق نفتحوه على التليفون ديالنا كيجينا واحد الميساج واش تسمح التطبيق يوصل الكاميرا المايك الميكروفون اي ولا الموقع ديالك. اغلب الناس اكيد كيديروا سماح بلا ما يسولوا علاش، ولكن واش عرفتي هنا علاش كيطلبوا هاد الصلاحيات وشنو اللي كيوقع من وراء الستار؟ الصلاحيات ولا لي بيرميسيون هي المفاتيح اللي كتعطي للتطبيق باش يوصل الحوايج اللي كتكون حساسه في التليفون ديالك، مثلا الكاميرا، الصور، الميكروفون ولا لوكاليزاسيون ولا مره لي كونتاك. هنا ناخذ واحد المثال بسيط. التطبيق ديال الصور خاصو الكاميرا، اذا الا طلب الاذونات ديال الكاميرا كيكون عادي. واحد التطبيق مثلا ديال التوصيل ليفريزون لا طلب مثلا لوكاليزاسيون فهي معقوله اكيد غيطلبك لوكاليزاسيون باش يجيب لك التوصيل ديالك للمكان اللي انت فيه. ولكن مثلا التطبيق ديال الفلاش كيبغي مثلا لي كونتاك، هنا خاصك توقف وتسول راسك علاش كيطلب لي كونتاك. هو التطبيق ديال الفلاش. كاينين تطبيقات كيطلبوا صلاحيات ما عندها حتى علاقه بالخدمه ديالهم، غير باش يجمعوا المعلومات والبيانات ديالك. هنا شنو خصك دير؟ اول شيء خصك تدخل الاعدادات ديال كل تطبيق وتشوف الصلاحيات ديالو. خصك تعطي غير الصلاحيات اللي ضروري منها اللي انت محتاجها في ديك اللحظه، ومن بعد تولي تحيدها وترجع كل مره وتشوف شكون اللي عنده صلاحيات اللي هي زايده ما عندها حتى فائده بالنسبه لداك الحاجه اللي غتخدم بها داك التطبيق. انت التليفون ديالك هو فيه الحياه ديالك كامله ولي سكري ديالك كامل، كل صلاحيه كتفتحها فاكيد هو باب كتفتحو، وشي مرات ربما داك الباب يدخلك منه شي حوايج اللي انت ما باغيهمش يتعرفوا. كون واعي وثيق، ولكن دائما راجع ديما شكون اللي كتثيق فيه.